سلام سلام البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. صباح النور صباح الورد. جيتكم اليوم فيديو جديد، تحضيرات رمضان. اول تحضيرات ليا، يعني الجزء الاول. وبغيت نشاركها معاكم. انا بديت غير بالحوايج الاساسيه، من الحوايج اللي ملاح يتخباو صح هما الثوم، باسكو من بعد تغلى بزاف. على بالكم في رمضان باللي الاسعار يزيدوا وكل وحده مقدورها، يعني كاينه نورمال اللي عندها قادره تشري، وكاينه اللي ما عندهاش ومسكينه تبدا من دركا تخبي بشويه بشويه. في رمضان تلقاه كلش يعني، ومنها تلقاي الوقت من بعد تنقصي عليك بالبزاف، تلقاي الوقت من بعد هذاك الوقت تقراي فيه قرآن، تصلي فيه. اللي راهم يقولوا باللي رمضان تاع اللي راهم يقولوا باللي رمضان تاع عبادة، ويعلى بالنا باللي رمضان تاع عبادة، وعلى بالنا باللي لازم مي كي تنقص عليك الحوايج زعما ما كيشي حاطي بمستحيل تلقايها تقولك رمضان تاع عباده وعلى راكم تخبي وعلى بالنا، مي تلقايها من بعد راهي تجيبها من الصباح للعشيه وهي في الكوزينه. المهم البنات، هذم الحوايج ينقصوا عليكم بالبزاف. كيما قلت لكم البنات، نروحوا هنايا. هنا الثوم رحيتها قشرتها لحتها في الماء سخون دافي وخليتها شويه باش تقشر لي. نقدر نقشرها جيني سهله. بعدها قشرتها ورحيتها، درت معها شوي زيت وشوي ملح ورحيتها ودرتها في بورتمونجي وتحوها في المجمد تقعد لكم طريه وتقعد لكم وقت اطول، يعني ما تفسد لكمش. هنا البنات درت طماطم. انا درت هنايا غير كيلو ونص ولا 2 كيلو، يعني ما درت، راني ندير بشويه قدري، يعني ما درتش هكا بزاف فرد خطره، لا راني ندير بشويه. هنا البنات حكمت نورمال، حطيتها في غسلتها مليح بالخل وحكمت قصيتها حطيتها رحيتها، بعدها صفيوها في الكسكاس. بعدها درتها في هذا المول تاع سيليكون، هذم بالبزاف هايلين هكا. كي تلوحها في كي يجمدوا يا البنات ديروهم زوج حبات ولا ثلاثة ديروهم في كيس بلاستيكي ولوحوهم في المجمد. كي تحبوا جبدوا بالزوج 3 حبات كيما تحبوا. طريقة بزاف سهلة وتعاونكم. انا ما درتش لا على صوص طماط، نزلت بربي ان شاء الله كي نديرها نشاركها معاكم. هنا البنات رحت الليمون. هنا البنات تسحقوه بالبزاف، تحبوا ديروا في الجي، تحبوا تجبدوا هكا كيما هكا وديروهم في الشوربة، ديروهم في الحساء كيما نقولوا حنايا. ليسونسيال تسحقوهم بالبزاف. هذه الطريقة تعاونكم. شوفوا انا درت لكم هكا ودرت لكم حبات كيما نقولوا حنا حبات ديروها في الالومنيوم، تغطوها بالالومنيوم وديروها، يعني اسهل طريقة هي هذه. نكذب عليكم، انايا ولمتني الطريقة هذه الحق. كيما راكم تشوفوا البنات، هذه هي قلت لكم. سورتو القارص والثوم طماطم هذم يغلاو بزاف في رمضان، يعني باه تعاوني راجلك ولا قولي له يجيب لك كيلو رطل هكا وديري خبي حتى يوصل رمضان ان شاء الله تلقاي. ومن بعد يعني تلقاي روحك. او منها هذه هي ما تتعبيش، ومنها تلقاي روحك. يعني القارص ساهل غير على جالت برك بعدا يغلى بزاف. هذه هي، وكل واحد ومقدوره وكل واحد على واش يقدر. كيما راكم تشوفوا البنات هكا ديروهم في البلا وديروهم في الالومنيوم، حطوهم في المجمد. حطوهم في المجمد. كي يجمدوا ديروهم في كيس بلاستيكي وخبيهم. كي تحبوا تجبدوا بالطرف. هنا البنات درت شويه عصرتها، بعدا نديرها في الجي ولا نسحقها كيما راكم تشوفوا. نحتها في القوالب هذا الصغار. انا بربي ان شاء الله يعني الليمون هذا يكفيني شهر كامل. ولا تحبوا الطريقه هذه اللي قلت لها لكم، ديروا حبه في الالومنيوم وتخبيوهم، بعدا تجبدوها وديروا بها. انا يعني نعت لكم برك هذه الطريقه اللي حبت ديرها من الاحسن، يعني تقطعوهم وديرهم في ساشي احسن. هنا البنات هذيك اللي عصرتها درتها في
هذيك اللي بقات لي اللي عصرتها درتها في كيس بلاستيكي دوبليو، يعني ديروا زوج كيما راكم تشوفوا لهم في المجمد. بعدا يعني كلشي يجيكم ساهل، بغيتو ديروها جي، بغيتو شاربات كيما تحبوا. هنا البنات درت الجلبان، ما درتش يعني بزاف، كانت عندي شويه كيما قلت لكم هاني درتها. وهذا البنات شوفوا هذا الليمون كي جمدته كيما راكم تشوفوا تبقى الحبه وحدها هكا، تسحقوا رونديلا ولا طرف هكا تجبدوا فرات، يعني ما تبداو تعصروا ما والو. واصلا كيما قلت لكم يغلى بزاف والله. انا قلت لكم البنات حاولوا شريو كيلو 2 كيلو بشويه من رمضان، والله من رمضان غير يكون عندكم كلش، ما تسحقوش طول الحوايج هذم تشريوهم ولا كيما نقولوا حنا تشريوهم كيما راكم تشوفوا. يعني الليمون الحمد لله هذا يكفيني شهر كامل. وهذا اللي درته في القوالب الصغار هذا. هذه هي البنات. نقول لكم لو كان عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا جيم او كومونتير. نقول لكم اللي راهي ما دارتش غير تنوض دير حتى وتشري بالكيلو برطل ليسونسيال، تبدا من دركا بربي ان شاء الله في رمضان تلقى كلش. مش شرط لازم تشريو ب4 كيلو 6 كيلو 7 كيلو تبداو ديروا، لا لا ديروا على حساب مقدوركم. هذه هي، تهلاو في رواحكم ان شاء الله. جمعة